السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد سعد، مهندس مدني من قناة معلومة هندسية. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الاماكن الافضل او افضل مكان لاستخدام سلك الشبك الفايبر، وايه هو الاستخدام الخاطئ زي ما احنا شايفين من الصورة. طبعا بس يا ريت في بداية الفيديو اللي عامله بشير ولايك واشتراك في القناة وما تنساش بالله عليك. اول حاجة يا باشمهندسين زي ما احنا شايفين المقاول هنا بيستخدم سلك من الفايبر في الاماكن اللي انا الافضل ان انا نستخدم فيها سلك مجلفن. طب ليه يا باشمهندسين ان انا استخدام الفايبر في الاماكن دي مش افضل حال واحسن حال؟ وطبعا لان زي ما احنا عارفين ان احنا بنستخدم اصلا الفايبر او سواء السلك المجلفن في الاماكن بين اتصال العمود مع حائط المباني او اتصال الكاميرات مع حائط المباني، وده عشان خاطر فرق معامل التمدد والانكماش بين خرسانه العمود وبين البلوك المباني او بين الطوب الطفلي او الطوب الاسمنتي. فمثلا لو قلنا ان حائط المباني التمدد ده 5 سم، هتلاقي ان التمدد الحراري في العمود الخرساني هيكون 4 او 3 سم. ففرق معامل التمدد الحراري ده هينتج لي شروخ طوليه على كامل قطاع العمود مع حائط المباني. فطبعا افضل حل ان انا نستخدم سلك مجلفن مش فايبر، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان السلك المجلفن بيتحمل شد شويه لانه برضه من المعدن، ودي شروخ شد ناتجه من فرق معامل التمدد الحراري زي ما قلنا. افضل مكان ان انا استخدم الفايبر في طوب مع طوب، خرسانه مع خرسانه، لان طبعا لو استخدمنا الفايبر في حائط المباني فهيكون معامل التمدد الحراري واحد. معلش تعالى كده يا عم صبري. استخدمه مثلا في اماكن تكسير الكهرباء عادي لو استخدمت فايبر فيها، وده المعتاد. اما ان انا نستخدم الفايبر على العمود الخرسانه مع هذا المباني ده مش افضل حل. طبعا وان استخدمته اسلك عليه بالكامل، ما ينفعش التسليخ حته وحته كده زي ما احنا شايفين في الصوره. نور كده يا عم صبري معلش. ان استخدمته اسلك عليه بالكامل مثلا ما احطوش كده، ما اسيبش برده فراغات اسفل الفايبر او سلك الشبك زي اللي احنا شايفينها قدامنا فوق. نور يا عم صبري معايا كده. ما اسيبش فراغات زي دي بين الفايبر او السلك تحت الفايبر او السلك، عشان خاطر ده الفراغات دي بعد كده هتسبب لي ان انا يكون عندي تطبيل في المحاره. فنتلاشى كل العيوب دي، وافضل حاجه ان انا استخدم سلك مجلفن. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناه عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.